تخيل عربية 1400 سي سي تربو ممكن تزود ضربات قلبك أكتر من أي عربية تانية، أكتر من عربية حتى لو كانت 2000 سي سي. الكوبرا ليون من أشرس وأحلى العربيات اللي ممكن تشتريها دلوقتي، وبدون منافس في الفئة دي، وبسعر تحفة. تصميم العربية المميز من كوبرا اللي ما يشبهش أي عربية تانية، مع خطوط حادة بطول العربية كلها، خطوط حادة من هنا في العربية في جنب العربية حتى في الكبوت. تصميم الإطار المشهور من كوبرا ب3 أهرامات مع مثلث كبير محتضنهم. تصميم الأمامي أو السحبة الأمامية اللي بيسموها بالنويز شارك، تصميم تحفة مع الجريلز الجديدة. بص الجريلز دي من هنا لفة مع العربية كلها، والناحية التانية التصميم بتاعها الصراحة تحفة. كمان مع شعار كوبرا المميز اللي طاير في مقدمة العربية، مخلي العربية مميزة جدا على الطريق، ولو أي حد شافها على الطريق بيتخض منها. العربية بتنزل بموتور صغير ولكن كفاية قوي عليها، 1400 سي سي تربو، بيطلع 150 حصان و250 نيوتن تورك. العربية على الطريق حاضرة جدا، رياضية جدا، أداء رياضي، خطوط حادة، تصميم رياضية، مفيش أحلى من كده. ومتوصلة كمان بفتيس 8 سرعات اوتوماتيك عادي، بس انا شايفه كمان احسن من الدول كلاتش. دي معلومه غريبه بس عجبتني وعجبني الاداء بتاعها. جنوط العربيه هنا من احلى الجنوط اللي ممكن تشوفها في حياتك، جنوط 18 بوصه متصممه بتصميم مميز من كوبرا مع الوان مختلفه. في البادي بتاع العربيه المرايه لون مختلف، لون رمادي بعيدا عن لون المط بتاع العربيه. العربيه اصلا مميزه بالوان مط هايله. بص لون العربيه عامل ازاي، لون العربيه على الطريق مميز جدا، ومفيش اي حد بيقدر يبص للعربيه دي يشيل عينه من عليها. عربيه مميزه، ملفته على الطريق، سريعه، عنيفه، عربيه تحفه. التصميم الرياضي كمان مكمل معانا في ظهر العربيه، مع البال لايت اللي مكمل بظهر العربيه كله علامه كوبرا المنوره. وتصميم الاضاءه ال3 دي، الاضاءه الاشاره اللي بتبقى موجوده هنا المتفاعله، ده تصميم 3 دي للفوانيس، شكله خطير جدا على الطريق. والخطوط الحاده كمان اللي مكمله في ظهر العربيه مع سبويلر لذيذ جدا. واغرب فتحه شنطه ممكن تشوفها في حياتك بتتفتح من هنا. راحت فين اهي، شفت شنطه فتحه غريبه جدا موجوده في الجنب بتاع الفانوس من هنا. ومساحه شنطه العربيه مش عشان العربيه هي هاتش باك تبقى الشنطه مساحتها قليله، مساحه الشنطه كويسه جدا، 380 لتر. وكمان لو نزلت الكراسي اللي ورا هتوصل معاك ل 600 لتر، مساحه كويسه جدا. وفي استبن صغير هنا، مش استبن كبير. وفي عندك كمان كاميرا خلفيه ورا هنا، كاميرا موجوده هنا، وسنسور خلفي وسنسور امامي. ما فيهاش كاميرات 360 بس فيها سنسور، وفيها الكاميرا الخلفيه مع علامه كوبرا اللي موجوده مكتوبه في ظهر العربيه هنا. تصميم العربيه خطير ورياضي من كل النواحي اللي ممكن تشوف منها العربيه دي. وعايز كمان اوريكم القعده ورا، مش عشان برضه هي عربيه هاتشباك يبقى القعده اللي ورا وحشه. دي ظبطه الكرسي بتاعتي اللي انا قاعد بيها، حتى بعد ما ظبطت الكرسي وقاعد مرتاح. عندي اي نعم مساحه بسيطه في الرجل، بس انا قاعد مرتاح جدا. مساحه الهيد روم كويسه جدا، وعندي زون ثالثه للتكييف ورا قاعد اتحكم فيها، وفتحتين تايب سي، وكمان مسند للايد، واضاءه تاتش موجوده ورا، فانت مش محتاج حاجه تاني ورا. والخامات المستخدمه اللي موجوده فوق هنا دي بس هي اللي بتكون بلاستيك، ولكن هنا دي الكانتارا جلد. وفي اضاءه هنا، الاضاءه الامبيانت لايت اللي بيبقى موجود. وعجبني قوي التصميم اللي باللون الاسود. والسماعات بتاعت العربيه دي انا مش محتاج اتكلم عنها، سماعات خطيره. وارخم حاجه بس في العربيه او في القعده ورا هو النفق الفتيس اللي موجود في النص. يعني ممكن اتنين يقعدوا مرتاحين جدا، لكن الشخص الثالث هو اللي هيتضايق عشان نفق الفتيس كبير، علشان العربيات دي بينزل منها فور ويد وحاجات كده مش موجوده عندنا في مصر يعني. بس هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن تضايقك. غير كده القعده ورا كويسه بالنسبه للعربيه هاتشباك. ومن جوه طبعا عندنا التصميم الخطير بتاع كوبرا اللي بيخلي الكونسول اللي في النص يجي كله ناحيتك، مع شاشه عملاقه فيها اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، كلهم وايرلس. وفيها معظم الاستخدامات اللي انت محتاجها مع جرافيكس عاليه. استخدام فيها سلس جدا وسريع جدا، ما عندكش اي مشكله فيه. في كل اللي انت محتاجه، والتحكم كمان في التكييف من الشاشه اللي في النص، ولفه ناحيتك كده بتحسسك ان انت اهم حد قاعد في العربيه. مع كمان اماكن زراير في الكونسول اللي في النص. هنا زرار التراكشن والبي والفتيس، هنا شيفت بايرز، والباركينج وقفل وفتح الباب. يعني كل الزراير موجوده هنا، مع مساحه هنا كويسه وايرلس، والاثنين فتحه تايب سي.
يعني معظم الزراير تحت ايدك، واتنين كاب هولدرز هنا، واحد صغير وغالبا هيختفي عشان هتقدم الكونسول قدام عشان تقدر تفرد ايدك براحتك. وكمان الستيرنج ويل شكله رياضي جدا. هنا التراكشن في كذا حاجه يعني موجوده في العربيه، وهنا تتحكم في الصوت وفي الفيوز بتاعه الديجيتال ديسبلاي اللي موجود هنا، تقدر تغيره من المودات او من كلمه فيو دي بتغيره لكذا حاجه. فالكونسول عموما تصميمه حلو جدا. وكمان التصميم بتاع الكونسول نفسه متصمم على هيئة مسدسات كده، شكل مسدسي، حتى في التكييف الجانبي والتكييفات عموما، والشكل المراية كمان جاي مع نفس التصميم. وده بيفكرني كده بعربية، يعني قولها لي انتوا في الكومنتات، عربية كلنا نتمنى ان احنا نركبها. عربية خطيرة، تصميمها خطير، كلها بتحسسك ان انت اهم واحد قاعد في العربية. مساحات القعدة كويسة، طبعا الكرسي من احسن ما يمكن. سبورت سيتس محتضنة جوه الكرسي، وفيها كمان الكنتارة وجلد، خامات في العربية تحفة. وكل الخامات اللي بتلمسها ايدك كلها سوفت وخامات معمولة صح جدا. وتقدر تتحكم في الإضاءة هنا تاتش زي ما متعودين من كوبرا، حتى التحكم في فتحة السقف كلها تاتش. فيلا بينا بقى نطلع على الطريق ونشوفها على الطريق عامله ازاي، ونتكلم فيها ونفضفض فيها شويه على الطريق. يلا بينا نبدا نطلع على الطريق ونجرب الاداء بتاع العربيه. طبعا زي ما قلنا العربيه نازله بالموتور ال 1400 التربو اللي بيطلع 150 حصان و250 نيوتن متر من العزم. الموتور زي ما قلنا العربيه مش محتاجه اكتر من كده في الاداء. الاداء بتاع العربيه دايما حاضر، دوست البنزين اول ما بتدوس العربيه مكمله معاك ما بتقولكش لا. وغير كده الموتور ده موفر في البنزين، ولو كانت جت بالموتور اللي اعلى من كده العربيه كان هيبقى سعرها اعلى بكتير من السعر المعلن دلوقتي. ده غير طبعا الخصم اللي حصل عليها مؤخرا. فالعربيه يعتبر افضل قيمه مقابل سعر دلوقتي موجوده في السوق. ملهاش منافس، انا شايف ان ملهاش منافس في الفئه دي كعربيه بتقدم اداء زي ده، عربيه رياضيه بالمنظر ده، وعربيه شكلها تحفه وكلنا بنتمناها ككوبرا، يعني كعلامه كوبرا نفسها. زي ما قلنا العربيه على الطريق شكلها هجومي جدا، حتى الاداء بتاعها هجومي. ال 1400 عاملين اداء كويس جدا من 0 ل 100 في 8 ثواني. انا جبتهم في 8 ثواني، في الشركه معلنه 8 و4. الاداء بتاعها كويس حتى في توفير البنزين، يعني الاستهلاك البنزين بتاعها من 6 ل 8 لتر لكل 100 كيلو. فالاستهلاك كويس بالنسبه للعربيه. وبالنسبه لقعده العربيه، فانت كمان قعده العربيه سبور، عندك السبورت سيتس اللي موجوده في العربيه تحفه مريحه بالنسبه للسبورت سيتس. يعني انت عارف ان الكراسي الرياضيه دايما بتبقى كراسي ناشفه، كراسي متعبه في القعده، كراسي تتعب الظهر، الكلام ده كله. ولكن كراسي العربيه هنا مريحه جدا بالنسبه للكراسي الرياضيه. وعندك الكرسي بتاع السائق دوت الكهرباء، الكرسي بتاع الباسنجر هو اللي مش كهرباء، يدوي عادي. فالكراسي قعده العربيه مريحه جدا. زوايا الرؤيه في العربيه كمان حلوه جدا. الازاز الامامي جايب لك كل الزاويه بتاعتك، حتى المرايات حجمهم كويس جدا على العربيه، جايبين لك الرؤيه كلها. فبصراحه قعده وتجربه في العربيه تحفه. انت اول ما تقعد في العربيه تحس ان انت بقيت جزء من العربيه، جزء لا يتجزأ من العربيه، لازق كده في العربيه. العربيه كمان لازقه على الارض، فيها ثبات مش طبيعي. السسبنشن بتاع العربيه ناشف شويه، وفي نفس الوقت مديك الحته الهاديه بتاعت المطبات والكلام ده، ما بترزعش منك في المطبات. العربيه كويسه جدا على المطبات، وكويسه كمان في الطرق السريعه. وانت ماشي على الطريق ما بتتعبش، ما بتحسش ان العربيه مثلا ما فيهاش ثقه او مش ثابته، او في السرعات العاليه مش ثابته. العربيه مع السرعات العاليه ثابته معاك. انت ممكن تدخل ملف لحد 120 العربيه ثابته معاك. انا جربت ملفات لحد 120 العربيه كانت مكمله معايا. يعني في العادي لما باجي اجرب عربيه، لما اجي مثلا ادخل الملف ولا حاجه بجربه على 80 الاول، 60، بعد كده ابدا اعلى لحد ما اعرف الليميت بتاع العربيه ايه. في العربيه دي انا داخل على 120، مش خايف منها. العربيه مكمله معايا وهتخش معايا ومش هتقول لي لا في حاجه زي دي. فالثبات بتاع العربيه حلو، الموتور بتاع العربيه استجابته حلوه زي ما قلنا، القعده بتاعت العربيه وزوايا الرؤيه حلوه جدا. وكمان اللي المفروض يكمل لك الجمال ده كله هو العزل بتاع العربيه. عزل العربيه كويس، ولكن على السرعات العاليه لما بتعدي ال 120 بيبدا يكون في صوت شويه. وكمان صوت الكاوتش مسموع عشان الجنط 18 بوصه، فالصوت بيكون مسموع جوه الكابينه شويه. يعني صوت الكاوتش او صوت الجنوط مسمع لك جوه العربيه حاجه بسيطه. ولكن العزل عموما العزل بتاعها كويس جدا. وفي حاجه كمان انا بحبها في العربيه وبحب اجربها، فكره العزل بتاع الحراره بتاعها. مش عزل الصوت بس، العزل الحراره بتاع العربيه او عزل الحراره بتاع كوبرا عموما كويس جدا. تركنها في الشمس بتنزل ما بتلاقيهاش بدرجه الحراره اللي انت متوقعها، يعني انها
بتبقى درجة الحرارة عالية قوي. فعموما تجربة العربية لما بتيجي تشتريها او تمتلك عربية كوبرا هتحس ان انت مميز جدا، بالذات ان العربية دي زي ما قلنا دايما على الطريق الناس كلها بتبص لك، انت ماشي بالعربية دي في الطريق الناس كلها بتبص لك، اي مكان تروحه تركن فيه، تروح تتمشى مع اصحابك، تنزل بالليل، الكلام ده كله العربية تحفة. اي حد ماشي في الشارع بيبص لك وبيبص لك قوي، يعني ممكن يقف ويبص العربية ومش بعيد كمان يصورها. فدي حته مميزه ممكن تاخدها في العربيه دي لو انت عايز تبقى شخص مميز يعني. وبمناسبه الخروجات والكلام ده، العربيه دي انت هتتلكك عشان تنزل تسوقها، من المتعه بتاعت السواقه بتاعتها هتتلكك عشان تنزل بالليل وتجرب السواقه بتاعتها والاحساس الخيالي وانت قاعد جوه العربيه بالامبيانت لايت اللي موجود. انت بتتبسط بسواقه العربيه سواء بالليل او الصبح. حتى تكييف العربيه الصبح كويس جدا، انت بتنزل مجرد ما تتحرك بالعربيه 5 دقايق بتبقى العربيه كلها سقعت، حتى لو راكنها في الشمس تبقى العربيه كلها اداء التكييف فيها تحفه. العربيه بتسقع بسرعه جدا، التكييف بيسقع العربيه بسرعه واداؤه كويس، مش متعب مثلا او بياخد فتره عشان يسقع العربيه. حتى على السرعات العاليه او حتى في الزحمه او في الكلام ده كله، العربيه التكييف بتاعها مجرد ما بتشغله انت بتاخد الاستفاده بتاعتك في ساعتها. نيجي بقى لاهم حاجه في العربيه هنا واحسن حاجه، وهي وسائل الامان. وسائل الامان هنا في العربيه فيها كل اللي انت محتاجه: 6 ايرباج، اي بي اس، اي بي دي، اي اس بي، التراكشن كنترول، الكروس كنترول، كل حاجه انت محتاجها موجوده في العربيه. حتى الهيل ستارت اسيست موجود، كل حاجه انت محتاجها في العربيه موجوده هنا. وفي سنسور في العربيه ورا وقدام، في كاميرا بس موجوده ورا. العربيه صغيره انت مش محتاج كاميرا قدام وورا يعني، ولا 360 كفايه قوي كاميرا ورا. كل وسائل الامان اللي انت محتاجها موجوده في العربيه، اداء موجود، توفير موجود، رياضيه، تميز، كل حاجه موجوده في العربيه. فمن الاخر العربيه دي للشخص اللي عايز يبقى معاه حاجه مميزه، حاجه رياضيه وفي نفس الوقت مش متعبه، شكل هجومي، توفير، موتور قوي يستجيب مع العربيه، مش موتور ضعيف ولا موتور اوفر، موتور متوسط. الحاجات دي كلها لو انت بتدور عليها هيبقى ده احسن اختيار ليك. وما اعتقدش في الحاجات اللي انا قلتها في حاجه ناقصه يعني انت محتاجها. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو وشير عشان نعمل لكم حاجات تانية احلى. ولو عجبكم اعملوا له شير لاصحابكم ونزلوه كده كتير، واعملوا لايك ودلعونا يعني.